السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رجاله ثالثه ثانوي، اخباركم ايه؟ وحشتونا جدا. النهارده في حلقه جديده هنتكلم عن موضوع شاغل دماغي، ما بعرفش احل يا مستر، مهما ذاكر مهما راجع مهما نروح لاتخن مدرس في الماده دي ما بعرفش احل. انت قفلتها من جميع الاتجاهات، بس ركز معايا للكلام اللي هقوله لك. بس قبل ما اقول اي كلمه، الكلام اللي انا هقوله مش مجرد ان هو هيحل لك المشكله وكده خلاص، لا، الكلام اللي انا هقوله محتاج منك ان انت تنفذ، ومحتاج منك مجهود كبير علشان تقتل مشكله انا ما بعرفش احل يا مستر. بس قبل ما ابدا الفيديو ده، عاوزك تشير الفيديو ده لكل اصحابك، وسبسكرايب للقناه لو انت اول مره تشوفنا، ولايك على الفيديو ده. ويلا نبدا الحلقه بتاعتنا علشان وقتك مهم الفتره دي، فمش عاوزك تضيع وقت. ركز معايا بقى. مبدئيا كده بص يا عم، اول حاجه انت بتقول ان انا ما بعرفش احل. طيب انا هسالك سؤال، ليه ما بتعرفش تحل؟ اهو يا مستر ما بعرفش احل وخلاص. طيب باجي ارد عليك، هو انت بتاخد عند مدرس بتفهم منه؟ طيب هو انت يا عم بتروح تذاكر؟ طب انت بتحل الواجب؟ طب ازاي ما بتعرفش تحل وانت حليت الواجب؟ ما انا يا مستر وانا بحل الواجب كنت بعمل ايه؟ كنت بسمع اليوتيوب وهو بيحل فكنت بحل معاه. او يا مستر حتى كنت ما بعرفش احل الواجب فبروح عند المدرس، اللي شافه شافه ما شافهوش خلاص. حتى لو يعني انت فاهم منه، يعني انا فاهم منه. طب يا عم انت دلوقتي الراجل ده بيديك واجب، بيديني واجب يا مستر، طب انت حليت الواجب؟ حليت الواجب يا مستر. اما انت ما بتعرفش تحل ازاي؟ ما هو انا يا مستر وانا بحل الواجب كنت بغلط في حاجات كتير. ما هو انا يا مستر وانا بحل الواجب كنت بروح اسمع واحد على اليوتيوب فكنت بحل معاه. فلما اجي دلوقتي ابص اجي احل مع نفسي ما اعرفش احل مع نفسي. او يا مستر اصلا انا كنت بحل الواجب تمام، بس لما كنت اروح عند وليكن امتحن عند المدرس بتاعي ابص احس ان الاسئله جديده بالرغم ان انا يا مستر حليتها في الواجب. المشكله دي حلها ازاي؟ بص، حل المشكله دي انا كنت بواجهها في بدايه ثالثه ثانوي حرفيا، او نقول في ثانيه ثانوي، علشان انا كنت واخد ثانيه ثانوي تجربه ماشي لثالثه ثانوي. يعني اي حاجه كنت اغلط فيها في اولى كنت خلاص مركز ان ثانيه هحسن غلطاتي علشان اخش ثالثه مرتاح. طبعا مستر دلوقتي ثانيه عدت وثالثه نصها خلاص عدت، او ثلاث ارباع المده عدت، فخلاص مفيش وقت ان انا اجرب. انا دلوقتي مركز على الثلاث اربع شهور اللي معايا، فركز لكل كلمه هقولها لك دلوقتي. يا عم انت هتراجع اللي فات، ما تجيش تقول انا علشان ما بعرفش احل فتروح تقول انا اي حاجه خدتها من اول السنه انا ضايع فيها. كده انت بس ما ضيعتش نفسك، انت كده فرتكت عقليتك. اصلا انت دلوقتي عمال تخزن في عقلك ان انا ما بعرفش احل، حتى لو انت لسه مذاكر والسؤال مباشر قدامك انت قلت لعقلك ان انا ما بعرفش احل، فعقلك هياخد في دماغه انا بص والله لو جبت لي مين مش هعرف احل. فحاول ان انت تطمن عقلك ان انت تمام، حتى لو انت بطيخه ان انا تمام وعادي اعرف احل. بس لو انت اخطأت في اول السنه في طريقه مذاكرتك فده ممكن يسبب او هو اللي بيسبب لك المشكله اللي انت فيها دلوقتي. طب يا مستر هل اقدر احل المشكله في الوقت ده؟ وانت بتراجع دلوقتي سواء طلب منك المدرس او ما طلبش منك المدرس. ما طلبش منك المدرس يبقى تبدا انت تخصص في المده دي وليكن اسبوعين، انا ناوي اراجع مادتين من القديم كده، اخد من القديم وانا شغال في الجديد، وبعد الاسبوعين اروح ناقل على مادتين تاني. انت بتعمل زي ما بنقول مسح ذري على اللي فات. طب طريقه المراجعه هي اللي هتفرق معاك وهتحسن مستواك في الحل. لما اجي اراجع ما اروح اسمع يوتيوب واحل معاه والكلام ده كله، انا خلاص فاهم الدرس ده، رجعته بالورقه والقلم، وبعد ما خلصت يا مستر المفروض ان انا اجري احل. هنا بقى هتيجي تقول لي انا رجعت لنفس المشكله ما بقتش اعرف احل. ما هو انت بقى طريقه مذاكرتك عامله ازاي؟ شغلت ايدك شغلت بقك وانت بتتكلم بتشرح لنفسك، تحل الاسئله اللي المدرس او الكتاب حاططها محلوله حتى لو انت شايفها ان هي اتفه من التفاهه، تحلها بالورقه والقلم، تخبي الاجابه وتبدا تشتغل مع نفسك. شغل الجمجمه، طلع معطياتك على جنب، ابدا افهم السؤال بيتكلم عن ايه. السؤال ده يا عم انا ممكن من القانون ده اطلع منه حاجه، والحاجه اللي طلعت دي ممكن استخدمها في حاجه تانية علشان تطلع لي الحاجه اللي هو طالبها. لكن طول ما انت عمال تذاكر بعينيك وبتذاكر مع المدرس وهو بيشرح تمام صح كده انا فهمت الدنيا تمام كده، انت ما بتعملش اي حاجه، فتقلب وتخلص الفيديو بتاعك وعاوز تجري تروح تحل ازاي؟ اصلا ده انت ما اتدربتش، ده انت ما شغلتش نفسك، ده انت ما فهمتش اصلا نفسك الدرس، ده انت ما مسكتش الاسئله التافهه العبيطه دي واشتغلت بيها بايدك. فوانت بتراجع سواء من المذكره بتاعتك المصدر الاساسي او من الكتاب برضو لو كان مصدرك الاساسي، ابدا شخبط في كتابك وورقه وقلم وابدا اشرح لنفسك وتجيب الاسئله المحلوله وتبدا تعيد عليها وتحلها. وبعد كده خش ابدا حل في الاسئله اللي موجوده ورا الدرس بتاعك. ما تستهترش بالضعيف ولا القليل ولا السهله، لان السهل هو اللي هيوصلك للصعب. ممكن انت دلوقتي وانت بتسمعني بقى طلع عندك غلطتين. اول غلطه ان انت ما كنتش بتتك على الاسئله المحلوله دي ولا بتحلها، كنت بتنفضها. تاني حاجه انك انت اصلا كنت بتحل بعينك. تالت حاجه كمان ان انت كنت بتستهتر بالسهل، واستهتارك بالسهل ده ممكن يضيعك
اصلا في الماده لو انت حتى ممتاز والمدرس بيسقف لك. طب يا مستر خلاص انا دي خلاص كده انا اتعلمت من الغلطه دي وان شاء الله وانا دلوقتي براجع الايام دي خلاص يا مستر هحل واحل السهل وامشي خطوه خطوه. خليك برضو في دماغك وانت بتحل بعد كل درس لازم تمشي على السلمه خطوه خطوه من السهل للصعب، ما تنطش على الصعب على طول لان مش هتعرف تحله، ولو حتى جت معاك وحلته هتواجه بعد كده مشاكل في الدرس الثاني والثالث، لان لمجرد انك انت اتعودت ان انا ممكن اخش على التقيل على طول تيجي في الدرس الثاني تخش على حاجه سهله تلاقي نفسك مش عارف تحلها، فتلاقي نفسك ان انت اتدربكت وما حلناش اي حاجه. طب مشكلتي يا مستر ان انا لما بروح عند المدرس بتاعي فبلاقي نفس الاسئله اللي انا شفتها ادهاني بس ما بعرفش احلها، لان انت حضرتك وانت في بيتك ومعلكش اي اسيستنت ولا عندك اي مدرس فوق دماغك، حضرتك ما بتحلش اصلا، حضرتك اصلا ما بتحطش نفسك تحت ضغط السؤال، حضرتك ما بتحطش نفسك تحت ضغط ان انا احل الواجب في مده قد ايه. مش معنى كلمه مده قد ايه ان انا احط تايمر لا فاضل نص ساعه، قصدي ان انت ببيتك وشايف ان انت وليكن حليت ال 30 40 سؤال في ساعتين 3، يعني انا راجل بحل وشايف الساعه بتعمل ماشيه ازاي معايا، يعني انت اصلا ما حطيتش نفسك تحت ضغط الحل ببيتك. هتروح انت بره بيتك اصلا تحل؟ يا راجل ده انا بخاف اصلا اطلع من بره البيت. فتخيل ان انت قاعد اصلا وفين ما بين ايد المدرس والاسيستنت وبيقول لك يلا حل، فمش هتعرف تحل. لازم انت تعود نفسك جوه بيتك علشان تعمل بيه بره. طب يا مستر كل اللي انت قلت عليه ده انا عملته، بس برضو لما بروح بقى عند المدرس سيبك ان انا ممكن الاقي اصلا السؤال ده انا شفته قبل كده، لا ده انا ما بشوفهوش قبل كده. طيب لو انت راجل فعلا بتحل كتير زي ما انا قلت لك هتلاقي نفسك ان انت ماسك السؤال اللي انت مش عارفه ده بتحاول كده تخلق له اجابه. ازاي اخلق له اجابه؟ ما انا مطلع معطياتي، فهمت السؤال، بدات ان انا اطلع من المعطيات دي حاجات ممكن توصلني في النهايه للحاجه اللي هو طالبها. ده جبت اخر يا مستر وما عرفتش احلها، حرام يعني؟ هتموت يعني؟ ما حققتش حلمك يعني؟ هيودوك النار؟ لا طبعا. خلاص اعرف ايه الصح، اعرف ايه اجابته، وبعد ما اعرف اجابته خلاص انا فهمت الفكره، اخد السؤال ده واحطه في المذكره في المكان اللي هو يخص السؤال ده، وليكن الدرس الكذا في الباب الكذا، احطه في المذكره عندي. لو المذكره بتاعتي ما فيهاش ورق فاضي اكتبه في ورقه وادبس الورقه دي في الجزء ده وابدا اكتب السؤال واكتب كمان حله واكتب كمان فكرته، لان السؤال ده مش هو اللي هيجي لي في اخر السنه بس ممكن يجيب لي فكره في اخر السنه شبهه، يبقى انا جاهز لاي حاجه. طب يا مستر انا المفروض اسال مين على اجابه السؤال ده؟ اجيب اجابته خلاص؟ اسال مدرسك، ولو مدرسك اصلا ما بيردش عليك يبقى انت اصلا حرام انك انت بتدفع له الفلوس، ولو الراجل عنده عدد فمش قادر يرد عليك هو المفروض اصلا ان هو بيعمل لك اوبشن ان انت تروح تسال الاسيستنت بتاعته. الاسيستنت بتاعته فهمتك خلاص يا عم وحليت السؤال، ما فهمتهاش وحاسس ان هي عمال تحفظها لك، تروح للمدرس بتاعك وتقول له انا ما فهمتش لا من الاسيستنت ولا فهمت من السؤال، لحد ما تجيب اجابته وتفهمه. بص اللي انا بقوله لك ده معافره، علشان اصلا اللي بيوصل لحلمه ده ما بيجيبهاش بالسهل ولا بيوصل بالسهل، ده هو عمال يعافر علشان حته سؤال. يكاد واحد جنبي يقول له يا اخي انت مصدع نفسك ليه؟ يعني السؤال ده هو اللي هيجي لك في اخر السنه، اول ما تخش بالصلاه على النبي كده في الامتحان بتاعك وتلاقي السؤال ده في وشك هتلاقي نفسك انبسطت فرحت ان انا فعلا تعبت في السؤال ده وفكره السؤال ده، هتطلع من الامتحان فرحان ان في ناس كتيره ما عرفتش الفكره دي بس انت عرفته عشان سعيت عليه ودوست على نفسك فيه وبص وكسرت حته انا خايف من المدرس يكسفني وربنا كرمك وجابهولك وحليته. في ناس كتيره كسلت ان هي تسال الاستاذ بتاعها فما عرفتش تحله، انت كده بالنسبه لك عملت انجاز عملت نجاح. يبقى مشكلتك ان انت ما بتعرفش تحل، المشكله اللي انت عمال تقول عليها بص من كام شهر هي كلها بتنحصر في طريقه مذاكرتك، ان انت عمال بتذاكر مع واحد على الفيديو بتاعه، ممكن تكون انت اصلا سامع الدرس معاه في السنتر بتسمع له تاني وبتذاكر في نفس الوقت. انا اول مره اشوف واحد كده، انا بدل خدت الدرس في السنتر او سمعت الدرس في فيديو، بعد ما بقفل الفيديو بجيب الدرس من اوله وابدا اخطط وراجع، بص اخطط كده واجيب الكشكول بتاعي وهنا يقصد كذا وهنا ده يقصد كذا، والقانون ده ممكن اطلع وحدات منه قياس، والقانون ده لما مثلا يطلب مني كذا كذا. بعد كده دخلت في حته تاني، انا ممكن على فكره من القانون ده استخدم القانون الاول ده وادخله في القانون ده عشان اطلع منه ده. بعد كده دخلت في حاجه تاني جبت قانون رقم 3، قانون 3 ده على فكره انا ممكن اغير في شكله عن طريق ايه؟ عن طريق ادخل التاني في التالت، وبعد كده ممكن الاول ادخله في التاني، فالاول دخل في التاني والتاني دخل في التالت، فهوب
بقى عندي قانون رابع خالص، عندي قانون رابع خالص يجيب حاجات ممكن اصلا ما طلبهاش مني قبل كده، بس انا جاهز ان هو يطلبها وجاهز لاي سؤال بص تخين قدامي هقدر احله ان شاء الله. عاوزك تعافر زي ما انا كده قلت لك وانت بتحل وانت بتذاكر، كانك انت بتشرح لنفسك، كانك انت بتعمل طريقه للدرس تاني، كانك انت بتخلق سؤال وبتخلق قانون مع نفسك. الحاجات دي حرفيا هتفرق معاك بعدين. خليك كده واد معافر كده، مش اللي هو واد طاري كده مرخي، لا انا مش قادر احل، انا مش عارف. اجمد. انت عاوز توصل لحلم كبير يبقى محتاج منك مجهود كبير. ركز لكل كلمه انا قلتها لك واعمل بيها، مش بتسمع وخلاص. انا بكلمك وانت بتسمع من ودن واحده، ما تسمعش من دي وتطير من دي. شد حيلك يا بطل، هانت. بس عاوزك تعافر الفتره دي كويس، معاك فرصه كبيره جدا جدا ان انت تغير مستواك، انك انت تحل اكتر. فان شاء الله وانت في الامتحان هتلاقي موضوع الحل ده متيسر معاك. اتمنى ان انت تشير الفيديو ده لكل زمايلك وسبسكرايب للقناه، والسلام عليكم ورحمه الله.